الله عليه انتشر استخدام هذه الأرقام عن طريق الزوايا المغربية لحاجتها للترقيم في النصوص والكتب الدينية، وبعد رواجها بدأ سكان شمال أفريقيا باستعمالها في حياتهم اليومية. تعرف الأوروبيون على هذه الأرقام في البداية عن طريق جربرت دورياك بابا الكنيسة الكاثوليكية في القرن العاشر للميلاد، الذي أخذها عن الأندلسيين ونشرها في أوروبا وسط رجال الدين في الأديرة والكنائس. وبعد قرنين من ذلك ادخل ليوناردو فيبوناتشي الأرقام التسعة ومعها الصفر نحو بلاده إيطاليا بتأليفه لكتاب ليبر أباسي، الذي بسط فيه ما تعلمه من فنون العد والأرقام والحساب والهندسة على أساتذته في جوامع ومدارس الناصرية. تعتبر الأرقام الغبارية هي الأكثر استخداما في عالمنا المعاصر، باستثناء منطقة الشرق الأوسط والجزيرة العربية التي تستعمل الأرقام الهندية منذ تعرفهم عليها وإلى يومنا هذا.